السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده بقى عندي لكم فكرة جميلة. طبعا بما ان احنا خلاص الموسم بتاع المدارس خلاص اخر شهر لينا، فاحنا هنبتدي بقى من دلوقتي نظبط نفسينا بحاجات كده محتاجينها ان احنا ناخد بالنا منها. بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا ان شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا ما تنسوناش فضلا وليس امرا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. النهارده بقى الفيديو بتاعنا ان شاء الله هعرفك حاجه. دلوقتي احنا داخلين على العيد الكبير يا جماعه، فناس كتيره بتبقى شايله هم اللحمه والطلبات بتاعه العيد والرقاق والسمن البلدي. واحنا طبعا الشهر دوت مضغوطين جدا جدا بسبب الدروس اللي احنا بنديها لاولادنا، لان طبعا انتوا عارفين ان الشهر ده يعتبر اخر شهر بالنسبه للامتحانات. وفي ناس طبعا احنا عارفين ان في ناس بتمتحن بعد العيد، طب بس احنا بقى لسه ما نعرفش دلوقتي تفاصيل، بس اللي احنا نعرفه ان في امتحانات خلال يوم 21. فطبعا احنا دلوقتي شايلين هم المصاريف، مش عارفين هندفع دروس ولا هنجيب لحمه ولا هنجيب فراخ فطبعا احنا لازم نظبط نفسينا، هنعرف هنعمل ايه بالظبط. فانا جبت لكم فكره جميله جدا ازاي توفري، او بمعنى اصح خلال اسبوع يبقى معاكي 3000 جنيه، وممكن كمان يبقى اكتر من كده. بس انا هقول لكم بقى طبعا ازاي هنعمل الموضوع ده. بس الاول عايزه تشجيع منكم كده علشان خاطر ان شاء الله اتحمس ان احنا نعمل الفيديو دوت ان شاء الله ينول عباره. اول حاجه انا بعملها دلوقتي، انا عندي اولادي مصاريفهم كلها بيصرفوها في حلويات، في كراتيهات، في شيبسي وكده. فهنبتدي ان احنا بقى نستغل الموضوع ده كويس، بما ان اولادنا خلاص الشهر ده اخر شهر بالنسبه للمدارس. فاحنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوفر ونخلي اولادنا يوفروا، وفي نفس الوقت يتعلموا ازاي يحافظوا على فلوسهم. ولازم تعودي ولادك ان هم فلوسهم ما يصرفوهاش في الحلويات وبس، بالعكس تعودي ابنك وبنتك ان دايما يبقى في ظهرك. ازاي؟ يعني اول حاجه مصروفه لو بياخد 10 جنيه علميه من صغره ان يشيل من الفلوس من مصروفه، ما تعلمهوش ان يبعزق مصروفه عمال على بطال. خلي عنده يبقى فيه قناعه، عوديه ان لو نفسه في حاجه هو يحاول يجيبها لنفسه، ما يستناش حد يجيبها له. انا بصراحه المبدا ده انا ماشيه مع اولادي بيه، فلازم تعودي اولادك على ان هم يعتمدوا على نفسهم، دي اساسي. ولو انت بدأتي من دلوقتي الاولاد من صغرهم لما تعوديهم على كده، يبقى لازم هيطلعوا حاجه. ازاي؟ هيتعودوا ان كل حاجه نفسهم فيها ما يستنوش حد يحققها لهم، ويقعدوا يستنوا ان الحاجه دي تيجي، والحاجه دي وقت ما تيجي فرصه. لا، الحاجات دي احنا مش عايزينها. عايزين نعلم اولادنا ازاي يتعلموا ان يعتمدوا على نفسهم. والحاجه اللي انا بقولك عليها دي انت حاولي على قد ما تقدري انك تزرعيها في اولادك من دلوقتي من هم صغيرين. ما تستنيش لما يكبر العيل ماما انا نفسي في كذا، ماما بابا انا نفسي في كذا. لا، احنا مش عايزين كده. اول حاجه يا جماعه، احنا ظروفنا الله يعين الابهات والامهات، المصاريف بقت صعبه، فاحنا بنحاول ان احنا نبسطها على نفسنا. احنا مش عايزين نصعبها على نفسينا، نقعد نعيط ونغني ظلموه. لا، لازم نخلي اولادنا يعتمدوا على نفسهم. ازاي بقى؟ انا بقى مبدئي انا بعمل حركه كل اسبوع بعملها. طبعا ازاي يبقى معاكي 3000 جنيه في اسبوع؟ ماشي. اول حاجه هنعملها مع بعض طبعا يا جماعه، دي الكراسه بتاعتي الخاصه، دي انا بكتب فيها الحاجات اللي انا عايزه اعملها. تمام. اول حاجه انا اولادي كل يوم بيصرفوا 15 10، وفي ناس بتبقى ظروفها اقل، فانا هقول لك كل الاحتمالات اللي انت تعمليها وان شاء الله هتبقى معاكي 10 على 10. انا فكرت ايه دلوقتي؟ احنا عايزين لحمه، عايزين رقاق، عايزين سمن بلدي. طبعا انا عملت معاكم السمن البلدي قبل كده كذا مره، عملتها بالقشطه وعملتها باللبن. طبعا لو حابين تشوفوا الفيديو تلاقوه موجود، موفر جدا جدا جدا. نركز مع بعض بقى في اللي جاي. اول حاجه انا دلوقتي هعمل جمعيه اسبوعيه. يعني ايه جمعيه اسبوعيه؟ يعني بدل ما انا استنى شهر واخد فلوس، لا، انا اقبض 4 أنفار في شهر واحد. ازاي بقى؟ دلوقتي انا هجمع 30 نفر. عايزه اقول لك بقى ان 30 نفر ده سهل جدا تجمعهم، لان الجمعيه صغيره. النفر بكام؟ النفر
ب100 جنيه. تمام، النفر ب100 جنيه، و30 نفر يبقى ب3000 جنيه. ماشي. انا دلوقتي عندي اولادي، انا عندي مثلا 3 اولاد او 4 اولاد، بروح حطهم باسمين، يعني كل عيل يدفع 5 جنيه في اليوم. تمام، 5 في 7 بكام؟ 35. يعني قولي حسبة لو هتدخليهم كلهم باسم واحد مش هتفرق، هتدخليهم كلهم باسم واحد مثلا هتاخدي 3000 جنيه. عايزه تكتري، عايزه تزوديها عن ال 3000 عادي، ممكن تعمليها ب 125 جنيه. 125 جنيه هتتقبض كام؟ 3750. ممكن تخليها 125 تتقبض 3750، ممكن تعملها 150 زي ما اللي ريحك، بس خليها 100 حلوه. 100 3000 مش وحشه مش قليله. فطبعا احنا هنعملها زي ما انتم شايفين، هروح مقسماها كده 3 خانات. اول حاجه دي 10 اسامي، دي 10 اسامي، دي 10 اسامي، 30 اسم تتقبض 3000. عايزه تزودي في الانفار عادي مفيش مشكله، يعني ممكن تعمليها 40 تتقبض ايه؟ تتقبض 4 على طول. تمام. فهنيجي هنا بقى لو انت مثلا هتوزعي الاسامي، فهقول لك الحاجه الصح اللي انت تعمليها عشان ما حدش يتضايق من اسم العدد. لو واحده داخله باسمين انت هتديها الاول والاخير. لو واحده يعني لو انت طبعا معروفه، لو انت اللي هتاخديها انت تاخدي الاول والاخير ليكي انت. لو انت داخله باسمين معروف اللي بيلم الجمعيه بياخد الاول، انت حابه تديها لحد غيرك دي برضو حاجه تريحك. فالاسم الثاني هتروح مديه، لو هو داخل باسمين هتروح مديه للثاني وال29. تمام، تمشيها كده مظبوطه، الاول والاخر كده، الثاني واللي قبل الاخير كده اهو، والثالث وال28. تيجي بقى لو انت هتدي الواحد واخد اسم واحد يبقى يتحط في النص. ماشي، يبقى في النص. تمام. يبقى كده احنا الجمعيه دي عملناها لمده اسبوع، يبقى الجمعيه دي يا جماعه هتاخد مننا 7 شهور ونص. 7 شهور ونص يعني مش هتزيد عن 7 شهور. 7 شهور يعني ونص، يعني واسبوعين. 7 شهور واسبوعين. نيجي بقى هنا للعيد. انا دلوقتي قبضت جمعيتي، اعمل ايه؟ هروح جايبه ب1000 ونص لحمه، واروح جايبه 2 كيلو من القشطه، واعمل سمن بلدي. طبعا انا عملت الفيديو موجود عندكم في القناه. وطبعا هنجيب ب 300 جنيه الرز 180 جنيه او 200 جنيه. تمام. هنجيب بقى الباقي، بقيه الفلوس بقى هنروح جايبين بيهم التزامات الحاجات اللي هي في الشقه اللي انت هتجيبيها، اللي انت هتعمليها، اللي يريحك زي ما انتم شايفين. طبعا ال 300 جنيه دي بتاعتي ال 2 كيلو القشطه. تمام. نيجي بقى هنا بقى للتكه اللي احنا قلنا عليها. اول حاجه انا الجمعيه دي بعملها لاولادي علشان خاطر يعتمدوا على نفسهم. انا مش بخلي عيالي بصراحه، الحمد لله يا رب، فضل وعدل من عندك يا رب، الحمد لله يا رب، ان انا معوده اولادي على ان هم ما يعتمدوش على حد يجيب لهم الحاجه بتاعتهم. انا معودهم الفلوس بتاعتكم، نفسكم في حاجه من مصروفكم هاتوه. ده مش تقصير مني او من ابوهم، بالعكس دي حاجه تحفزهم وتعودهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، ان كان ولد او ان كان بنت. البنت لازم تعتمد على نفسها، لانها هتصبح في يوم من الايام وهتبقى لازم توفر ولازم تدبر نفسها، ولازم ان هي تهتم بنفسها وببيتها وبعيالها. اما الولد فطبعا هيشتغل ولازم يوفر قرشين عشان يجهز نفسه ويبقى معتمد. لما يجي يتجوز واحده بنت ناس وتحافظ عليه وتصونه، وهو في نفس الوقت يبقى كفء ان هو يعتمد او هي تعتمد عليه، يبقى هو متهيأ. لكن انت لو معودتيش اولادك من الوقت ده، تأسستيهم على الوضع ده، انسي ان اولادك يبقوا حاجه، لازم تزرعي فيهم حاجه زي كده. طبعا احنا لما بنخليهم هم يجيبوا الحاجه ده مش تقصير منك ولا من ابوهم، بالعكس انت كده بتحفزيهم وبتوصليهم ان يعتمدوا على نفسهم. انا والله بنصحكم، يعني بصي دي نصيحه من اخت ليكم، دي حاجه لازم تعتمدوها لاولادكم من صغرهم، ان يبتدوا ان يعمل لنفسه حصاله صغيره او تعملوا لهم الجمعيه اللي انا قلت لكم عليها. طبعا العيل البنت او الولد هياخدوا الجمعيه، اول حاجه ما تعودهمش يصرفوا فلوسهم على الفاضي والمليان، لازم يصرفوا فلوسهم في الصح. يعني يروح يجيب له لبس، يجيب له مثلا تليفون صغير على قده ب2000 جنيه، الحاجات اللي هي كده. يجيب له مثلا، يشيل الفلوس بتاعته لحد ما يجيب حاجه. بنتك مثلا لو انت عندك بنتك هتاخدي الفلوس مثلا تجيبي لها حته حلق ب2000 جنيه ولا حاجه صغير، تشيلي لها الفلوس مثلا، تخليها تشيلها في دفتر او في فيزا. عوديها من دلوقتي على كده عشان
هي اصح لحاجه زي كده، وفي نفس الوقت ما تتعبيش بعد كده وتجيلك شكاوي لما تتجوز تقولك مش بتوفر مش بتدبر. لا، لازم تتعود توفر، لازم تتعود انها تدبر، لازم تاخد بالها من نفسها، ولازم تعرف ان هي هتبقى ست بيت وهتبقى ام في يوم من الايام. طبعا انا حبيت ان انا اشارككم الفيديو ده. طبعا لازم تاخدوا بالكم من حاجه زي كده، والله دي حاجه بسيطه. انا حبيت ان انا اوريكم انا بعمل ايه. فانا بصراحه يعني عملت لهم اللي هي اعمل لهم جمعيه كبيره او جمعيه صغيره، بس دي حلوه قوي بالنسبه لنا اليومين دول، لان احنا محتاجين مصاريف للعيد. فلو انتم ان شاء الله حابين الحقي من دلوقتي لم الاسامي وقبضيها اول الاسبوع ان شاء الله يوم السبت، وابتدي ان انت تقبضي اللي محتاجها او انت محتاجاها. طبعا انت اول اسم تاخديه. اما الاولاد، فالاولاد لو قدرتي ان تدي الاسم الاولاد عادي، بس برضو يستحسن تديها اللي هم محتاجها دلوقتي. الاولاد ده يصرفوها في حاجات فيما بعد، خليها بعد في الاجازه يبقى احسن. يعني خلي اولادك في الاجازه، مش لازم في الوقت الزنقه دوت بيبقى صعب ان انت تخليهم في الاوائل. فانت يستحسن ان انت تخليهم في النص، يعني لو انت داخله بكذا اسم ليهم تخلي لهم اسم في الاول وخلي لهم اسم في الاخر، وظبطي دنيتك. طبعا انا حبيت اشارككم الفيديو، اتمنى بقى كده يا رب كده يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش بقى بلايك حلو كده والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وهتلاقوا الفيديو بتاع القشطه بالسمن البلدي يا جماعه هتلاقوها موجوده في القناه، وافكار ان شاء الله جميله جدا هتلاقوها في قناتي باذن الله. مع السلامه.